السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. النهارده جايبه لكم فيديو جديد وهو مشترياتي من هايبر وان. كنت عامله لكم فيديو قبل كده في مشترياتي برضو من هايبر وان. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف عشان لو حابين تشوفوا الفيديو. وده الجزء التاني من المشتريات في عروض الايام الذهبيه من هايبر وان. فاتمنى ان انتوا تشوفوا الفيديو للاخر. وما تنسوش لو اول مره تشوفوني ولسه ما اشتركتوش في القناه ان انتوا تدعموني وتشتركوا في القناة علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. ونبدأ الفيديو. جبت الملح ده الكيس كيلو. جبت الكيسين كان عليهم عرض ب10 جنيه، فانا جبت 4 اكياس كانوا ب20 جنيه، بجيبهم بيقعدوا معايا فترة طويلة جدا. جبت كمان الدقيق ده كان عليه عرض، ده كيلو كان ب19 جنيه بدل من 22 جنيه. وجبت كمان المكرونة دي مكرونة الملكة، الكيس 400 جرام، كان عليه عرض ب13 جنيه بدل 15 جنيه، فجبت الكيسين دول كانوا ب26 جنيه. وجبت كمان المكرونة الفرن دي من توب فاليو، كان عليها عرض ب22 جنيه ونص بدل 33 جنيه. هو ما كانش موجود منها المكرونة الهلالية، فاضطريت ان انا اجيبها من الملكة. وكمان الشعرية برضو كانت بنفس السعر، كانت ب22 جنيه ونص، فالسعر بتاعها كان حلو جدا. جبت كمان الرز البسمتي ده اسمه فجر، ده كيلو كان عليه عرض ب41 جنيه بدل 50 جنيه. طبعا السعر بتاعه حلو جدا. مفيش رز يعني بسمتي بالسعر ده. جبت كمان المكرونة الشرايط دي كيلو من مصرية، كان عليها عرض ب40 جنيه بدل 46 جنيه. بجيبها كبديل للنودلز الكوري، بعمل بيها النودلز الكوري وبتطلع حلوة جدا وبتبقى اوفر. وده طبق جبنة رومي ب80 جنيه، ده الكيلو ب279 جنيه، الطبق ده حوالي ربع كيلو. الجبنة الرومي طبعا بتاعت هايبر وان بتبقى حلوة جدا، قلتلكم عليها في الفيديوهات اللي فاتت. والتوست باللبن ده كان ب38 جنيه. وجبنة لبنيتا دي 48 قطعة، كان عليها عرض ب209 بدل 225 جنيه. قلتلكم برضو عليها ان نوع الجبنة ده حلو جدا. انا بقالي فترة ما كنتش بلاقي عليه عروض، فلما لقيت عليه عرض قلت اجيبه. وده لبن بالهنا دايما بشتريه، الكيس 450 ملي، كان عليه عرض برضو ب17 بدل 19، فجبت ال4 اكياس دول. ولبن جهينة ده كان برضو عليه عرض، ده اللتر ونص، كان عليه عرض ب63 بدل 75. والخس ده كان ب12 جنيه. والصلصة دي كان البرطمان ب18 بدل 24 جنيه، فجبت الاتنين برطمان دول. قلت بس الطماطم ترخص عندي شوية وابدأ ان انا اعمل صلصة في البيت. وزبادي المراعي دول 12 علبة، كان عليهم عرض ب75 جنيه ونص بدل 89 جنيه ونص، فالعرض بتاعهم كان حلو جدا. والتونة المفتتة دي من سانشاين، كانت العلبة منها ب38 جنيه سواء العادية او الحارة. وجبت كمان ال4 زبادي دول بطرط الفراولة من المراعي، كان برضو عليهم عرض، كانوا ب35 جنيه ونص، كانوا التلاتة عليهم واحدة هدية. وجبت كمان الكورن فليكس ده بالشوفان والعسل، انا كنت جبته قبل كده وكان حلو جدا، ده كان عليه عرض ب54 جنيه بدل 65 جنيه، بيبقى حلو برضو للأطفال. وكيكة البرتقال دي أول مرة أجربها، هي برضو تبع منتجات توب فاليو. كان عليها عرض، كانت ب31 بدل 47 جنيه، بس هي إن شاء الله تطلع كويسة لأن أنا جربت حاجات كتير من توب فاليو وكانت كويسة. والإنجليش كيك ده كان برضو عليه عرض، كان ب31 جنيه بدل 47 جنيه. انا كنت جربت منه اللي بالشوكولاته كان حلو جدا، فقلت اجرب الفانيليا، فان شاء الله تطلع كويسه. بتسعفني الكيكات دي لما اكون مثلا جايه لي ضيوف فجاه او محتاجه ان انا اعمل حاجه حلوه تكون سريعه. البسبوسه دي كان اول مره اجربها، كان عليها عرض ب29 جنيه بدل 35 جنيه ونص، هي اعتقد منتج جديد تبع برضو توب فاليو. جربتها علشان اقول لكم رايي فيها، وعايزه اقول لكم ان هي طلعت حلوه جدا، مش هتكون اخر مره ان انا اجيبها. جبت كمان الرز ده من فجر، عايزه اقول لكم ان الرز ده حلو جدا والعرض بتاعه حلو جدا، كان ب22 جنيه بدل 31 جنيه، والرزايه بتاعته حلوه جدا. فحاولوا ان انتوا لو عايزين تجيبوا رز تلحقوا العرض ده. انا جبت منه 5 كيلو. جبت كمان الشكلمه دي، الطبق ده كان ب44 جنيه ونص، انا اول مره اجربها من عنده، بس انا واثقه في المخبوزات بتاعته ان هي ان شاء الله هتكون كويسه، لان انا جبت من عنده مخبوزات كتير وكانت حلوه.
وكيس الكريم شانتيه ده من دريم، الكيس ب19 جنيه. وجبت كمان زبدة كريستال دي كيلو، كان عليها عرض ب118 بدل 124 جنيه. ودبس الرمان ده من دوبيلا، الازازة دي 350 جرام ب51 جنيه ونص. وجبنة كيري دي 12 قطعة، كان عليها عرض ب118 جنيه بدل 149 جنيه. بتبقى حلوة، بعمل بيها الصوص بتاع السينابون. وجبت كمان الكابتشينو ده كابتشينو كراميل ولاتيه، الكيس ب8 جنيه 75 قرش، حلو جدا. وجبت كمان المرقة دي 24 مكعب، كان عليها عرض ب27 جنيه بدل 31 جنيه ونص. جبت كمان بهارات الكبسة دي من شيفي، حلوة جدا، دي ب12 جنيه ونص. بتبقى حلوة سواء هي او اللي بجيبها برضو من عند الخطيب. وخلطة البرجر دي من الضحى ب14 جنيه وربع، الخلطات بتاعة الضحى بتكون حلوة جدا. وجبت كمان البهارات دي من عند الخطيب، البهارات بتاعته حلوة جدا. دي كزبرة ناعمة كانت ب19 جنيه ونص، دول 100 جرام وكان عليهم 50 جرام هدية. والزعتر الحلوي ده برضو 100 جرام كان ب36 جنيه وعليه 50 جرام هدية. وبهارات المحشي دول برضو ب48 جنيه، البهارات دي عنده حلوة جدا، انا ما بجيبش بهارات المحشي دي بالذات غير من عنده. وجبت كمان فلفل اسود مطحون ده ب75 جنيه، ده برضو 100 جرام وعليه 50 جرام هدية. جبت الكوردن بلو ده كيلو كان ب195 جنيه. هو انا كنت اول مرة اجربه، بس جربته بعد ما اشتريته برضو عشان اقول لكم رأيي فيه، بس بصراحة ما كانش افضل حاجة. والاستريبس ده كيلو، ده كان اول مرة انا اشوفه، ده برضو من منتجات توب فاليو، كان عليه عرض ب210 بدل من 225 جنيه، ده كده شكله. والشامبو ده بالارجان ده للاطفال، ده كان عليه عرض برضو ب75 جنيه بدل من 135 جنيه. انا اول مرة اجيب النوع ده، كنت بجيب لهم نوع تاني بس ما كانش احسن حاجة معاهم، فهجربه وهشوفه هيطلع معايا ايه، وهبقى اقول لكم في الفيديوهات برضو. ودي كده كانت مشترياتي. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اللايك الجميل من ايديكم والاشتراك في القناة، علشان قناتي مش هتكبر غير بدعمكم ليا. والى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامة.